أحبتي في المسيح، اليوم ودي أقول لكم قصة اختباري. إيش يعني اختبار؟ يعني اختبار تحولي من الإسلام إلى المسيحية. أول شيء ودي أنه تعرفوه أنه أنا ما بحث عن المسيح، لكن هو اللي بحث عني وجلسني في مجلسه. أولا أنا خالد الشمري من قبيلة شمر من مدينة موقق قرب حائل. اتولدت ونشأت من أب وأم مسلمين، وعشت في جدة وتربيت في جدة ومكة، ودرست بجامعة الملك عبد العزيز بجدة كلية العلوم، وتخرجت منها بتقدير جيد جدا عام 94. ودرست الماجستير بنفس الجامعة وتخرجت بتقدير ممتاز تخصص بكتيريا. وتزوجت عام 97 ورحت مع زوجتي إلى أمريكا عشان نسوي شهر العسل. وبعدها قلنا نروح على أمريكا مرة تانية على أساس أمريكا كبيرة وتحتاج وقت أكتر عشان نشوفها. على أي حال، هناك تعرفت على مجموعة من المسيحيين وكانوا يبشروني بالمسيح، وأنا أدعوهم للإسلام بدافع الغيرة على الإسلام. وطلبوا مني إيش؟ إني أصلي وأسأل هل المسيح هو الله المتجسد؟ فقلت استغفر الله، لكن ما بزعلكم، بصلي على طريقتي. قلت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تاني يوم بيسألوني المبشرين صليت؟ قلت لهم اي نعم صليت. قالوا لي وش صار؟ قلت لهم ولا شيء. لكن بصراحة كنت أول مرة أفكر ليش حنا نقول أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه؟ لو الإسلام كان دين الحق ليش نصلي كده؟ هل هذا هو عدم ثقة؟ ممكن. عدم إيمان؟ جايز. المهم، وبعدها بكم شهر جاني حلم عرفت منه أنه المسيح هو الله المتجسد اللي راح للصليب بدلا مني. ولكن مثل أي مسلم ما قدرت أعترف هذا بهذا اللسان. علشان كده قررت أني أقرأ الكتاب المقدس وأعرف عن إيش يتكلم بالضبط قبل ما أخذ إيش أي قرار. دورت بالنت ولقيت موقع مسيحي يقدم خدمات بعدة لغات ومنها العربية. ولقيت أنه الإنجيل يتكون من شقين، العهد القديم وعهد جديد. القديم كتاب اليهود والجديد كتاب المسيحيين. فقلت بنفسي بنزل العهد الجديد حق المسيحيين وأقرأه. ومن أول مرة أقرأ الكتاب المقدس العهد الجديد يعني الإنجيل عرفت أنه المسيح راح للصليب بدلا مني، لأن المفروض أنه أنا الخاطئ اللي أروح للصليب بسبب الخطية، ومش المسيح الكامل البار. لكن هو قرر من نفسه أنه يترك السماء وينزل على الأرض علشان ينصلب بدلا مني. سألت نفسي ليش؟ الجواب كان موجود في يوحنا 3:16، لأنه المسيح هكذا أحبني بدون استحقاق، وهو يحبك أنت بعد وبدون استحقاق. له كل المجد. المهم بواصل معكم القصة. لقيت المسيح يقول مكتوب ليس بالخبز وحده هو يعيش الإنسان. سألت نفسي وين هو مكتوب فيه؟ وبعدين تكلم المسيح عن إشعياء النبي ودانيال النبي. سألت نفسي مرة تانية مين هدول؟ وين ألاقيهم؟ وين أقرأ عنهم؟ بحث بسيط وعرفت أنه الإجابة كلها موجودة وين؟ في العهد القديم. وكأن الله يقول لي هم بعد العهد القديم كتابي روح اقرأ عشان تتوضح لك الصورة. فاللي عاشوا قبل المسيح كانوا ينظروا للمستقبل منتظرين المسيح بعين الإيمان، ولكن حنا نعيش الآن بعهد النعمة. حنا عندنا الإنجيل وعندنا هم بعد العهد القديم، كل شيء عندنا. نشكر الرب يسوع المسيح، له كل المجد. طيب بعد كده أنا قررت أني أنزل العهد القديم وبديت أقرأ به. الملفت للنظر أنه معظم التعاليم الموجودة في العهد القديم هي من صميم عاداتنا وتقاليدنا، واللي هي مفروضة على اليهود، لكن حنا نسويها بالطبيعة لأنها عاداتنا وتقاليدنا. المهم واصلت القراءة إلى أن وصلت إلى الآية اللي تقول
كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام وعصب. وهذه الآية لقيتها موجودة في سفر أيوب الإصحاح 10 الآية 11. هنا نطيت من على الكرسي وقلت الله أكبر بأعلى صوتي. وبعدها جات زوجتي تسألني، قالت لي إيش اللي صار؟ قلت لها الكتاب المقدس يذكر تفاصيل تكوين الجنين في بطن أمه بشكل علمي دقيق عكس ما هو بالقرآن. طبعا أنا تخصصي أجنة. طبعا هي قالت لي اسأل منهم أبخص منك. وسألت دكتور في الأجنة مسلم وسألته عن التناقض بين القرآن والعلم بخصوص هالنقطة بالذات، فقال لي بالحرف الواحد أنا عارف إنه القرآن غلط ولكن لازم تؤمن به لأنك مسلم. طبعا هذا الجواب ما يعجب زوجتي، فقررت إنها تسأل الشيوخ بطريقتها وأنا سألت الشيوخ بطريقتي. هذا الكلام من عام 2001 وإلى الآن ما في حد يقدر يجاوب، لدرجة إنه الكتب الإسلامية المنتشرة في الغرب لما يكتبوا بالإنجليزي يجوا عند هذه السورة الآية اللي موجودة بسورة المؤمنين حقت فكسونا العظام لحمة، فيحطوا محلها نقاط ما يذكروها علشان ما عندهم جواب. عموما شاركت اللي لقيته مع زملائي بالصحة المدرسية، لأني كنت أشتغل هناك بالصحة المدرسية بجدة ومكة، وزملائي كلهم أطباء وممرضين ودارسين مثلي. الحقيقة أنهم جلسوا حوالي 2 أو 3 يدورون عن إجابة، ولما فشلوا قرروا أنه يشتكوا علي. هذا الكلام عام 2002. تحقق معي وقتها وبعدها هيجت الأمور وتحقق معي مرتين في 8 سبتمبر 2003 و13 أكتوبر 2003. وقتها جيت لعند زوجتي وقلت لها اللي صار، وإن الرب يبغاني أخرج من بيت أهلي وقبيلتي ومن وسط الناس اللي أحبهم مثل ما طلب من زمان من إبراهيم. بالنسبة لي كمسيحي أنا أحبك وبيك تكونين معي، ولكن أنت كمسلمة المفروض تطلقين مني، أنت وش تبي؟ اختاري لنفسك. فقالت أنا أبغى أكون معك. قلت لها بس ممكن أعيش أنا بالشوارع، يمكن ما ألاقي شيء أكله، يمكن أنقتل. قالت لي أنا أبغى أكون معك. طبعا هي لها أسبابها، هي تبغى تكون معي لأنها تحبني، وكمان عشان تحافظ على وحدة الأسرة، وأهم شيء عشان ترجعني للإسلام. لكن الرب صالح، هي اللي صارت مسيحية مثلي بعد ما درست الإسلام بتعمق وتقارن تعاليم الإسلام بتعاليم المسيح حسب ما تسمع مني. الروح القدس صادق لما يقول آمن فتخلص أنت وأهل بيتك. يوم الخروج حقي يوم 17 أكتوبر 2003. يوميها سافرت بشكل طبيعي من مطار جدة للأردن، مع أنه المفروض أني ما أسافر لأنه هناك علي قضية بالمحكمة بسبب أني تركت الإسلام وصرت مع مسيحي، يعني متقدم، وإني ممنوع من السفر. لكن الحقيقة أنه قبل السفر بأسبوع كنت أصلي ليل نهار المزمور 91 اللي يقول الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. كلام صادق. ويوم السفر قلت يا رب أنا ما أبيك تشق لي البحر الأحمر، لكن خرجني من هالورطة بطريقتك. أنا كنت أصلي كذا لأني بقول لربنا أنا مؤمن بدون ما أشوف معجزة، أنت يا رب وجودك بحياتي أكبر معجزة. وفعلا يوميها تعطل الكمبيوتر حق الجوازات، والموظف اضطر ياخذ الأسماء باليد عشان لا أتأخر عن الطيارة. وبهذه الطريقة إله موسى وداود هو نفسه اللي شق البحر الأحمر لشعبه عشان يخرجون من بطش فرعون، هو نفسه اللي عطل الكمبيوتر وخلاني أخرج من بطش سيف الإسلام. هللويا، له كل المجد. بكمل معكم القصة. بعدين جلست بالأردن حوالي 3 سنوات كلاجئ، وبعدها الرب سمح لي أني أترك الأردن وأروح لبلد آخر. في هذا البلد اشتغلت 3 سنوات كأخصائي مختبر تحاليل للأغذية لمراقبة الجودة والنوعية. وبعدها دعاني الرب من خلال قناة الحياة المباركة
وتحديدا خدمة للأخت جويس ماير أني أدرس دكتوراه من غير تفاصيل، ولكن قدمت على الدكتوراه وانقبلت وبدأت بالدراسة. لكن لقيت طلاب مبتعثين السعوديين بالجامعة وعددهم حوالي 500 طالب، وصرت أبشر بهم، خصوصا أننا في بلد يحترم الحريات. فمنهم من هو مش سائل، ومنهم من آمن بالمسيح وتعمد وبعدين ترك، ومنهم من آمن بالمسيح وتعمد ودرس لاهوت ويبشر الآن، ومنهم من حاول قتلي. وبعد ما تخرجت من الدكتوراه قال لي الرب طوبى لك لأنك كنت أمين مع 500 طالب، ال5 وزنات حقتي كانت، علشان كده بخليك تدخل كل بيت سعودي وتبشرهم بالمسيح. وفعلا دعاني الرب من خلال هذه الخدمة المباركة على قناة الحياة زي ما انتم شايفين الآن، من خلال برنامج صباح الخير يا سعودي والمجلة السعودية وفقراتها المتنوعة. الرب صالح وله كل المجد. زي ما قلت لكم في بداية الاختبار، الفضل كله يرجع لمين؟ للرب يسوع المسيح. أنا ما بحثت عنه، هو اللي بحث عني. والدليل أنا ما درست إعلام ولا درست لاهوت ولا كنت أبحث عن الله، لكن هو اللي بحث عني ودعاني وريح بالي من خلال إيمان أهل بيتي زوجتي وعيالي علشان أتفرغ لهالخدمة المباركة. لو أذكر لكم أدق التفاصيل اللي سواها الرب عشان أنت تسمع هذه الخدمة وهذا الكلام، حتقول فعلا هذا الإله العظيم وصانع المعجزات، لأنه هو الإله الوحيد الحقيقي الحي اللي يسمع ويستجيب ويحب شعبه اللي خلقهم. والله هذا يحب البشر ولكنه يكره الخطية. تعال اليوم وتعرف على إلهي يسوع المسيح، لأنه قريب. الإنسان عدو ما يجهل، من المسيح لو تتعرف عليه حتحبه أكثر وأكثر، وكل ما تعرف عن قلبه ومحبته حتحبه أكثر وأكثر وتعشقه لدرجة العبادة وتشكره. الكلمات يا إخوان تعجز وما تقدر تصف إيش يدور في داخلي من فرح بسبب قبول المسيح في حياتي. وانت تقدر تختبر هذا بنفسك وتختبر هذا الشعور من ثاني. أخاف أنه الكلام ما يعطي المسيح حقه، لكن أصلي أنك تحس وتشعر باللي أشعر أنا به الآن وتقدره. أتمنى اليوم أنك تصلي وتطلب الرب يسوع المسيح في حياتك علشان تنال الخلاص. خليني أصلي معك اليوم هذه الصلاة وكرر ورايا. قول: أيها الإله المحب، أتقدم إليك الآن وأعترف أني خاطئ ولا أستطيع أن أخلص نفسي بنفسي. أرجوك أن تغفر لي كل خطاياي وأن تجعلني مبررا بعمل المسيح الذي فداني على الصليب بموته من أجلي، ولكنه لم يبقى في القبر بل قام من بين الأموات. أرجوك أن تجعلني من أولادك وأن تملك على قلبي وكياني وكل حياتي. آمين. حبيبي المبارك، إخوتي، إذا قلت هذا الصلاة بإيمان ثق تماما أنه كل خطاياك غفرت، لأنه المسيح شالها، وأنك اليوم أنت مبرر، اليوم أنت طاهر، اليوم أنت تقدر تقدم على عرش النعمة، تقدر تتكلم مع الله من خلال الصلاة على حساب دم المسيح له كل المجد. أقول هذا الاختبار بكل تواضع، والفضل كله يرجع للرب يسوع المسيح له كل المجد. آمين.